ما تدخلش على الفريق بتاعك بفكرتك أو قرارك قبل الأول ما تفرش لهم المشكلة حلوة قوي قوي وتعيشهم جواها، وبعدها تيجي الفكرة بتاعتك أو قرارك كأنها الحل المنطقي الطبيعي اللي المفروض يتاخد. تعالى لي كده يا مدير لما أقولك قبل ما تحاول تقنع فريقك بالحل اقنعهم الأول بالمشكلة. يعني مثال، قبل ما تقول احنا محتاجين نغير طريقة متابعة العملاء ونشتغل بالشيت ده ونبدأ نسجل فيه بالخطوات الفلانية فالفريق يقول لك طب ولازمته ايه؟ ما احنا ماشيين كويس وعليه ايه كل الخطوات والتاسكات دي؟ احنا اصلا مضغوطين من الشغل. لا، ارجع خطوة كده الأول واعرض المشكلة حلوة قوي. احنا الفترة الأخيرة متابعة العملاء عندنا أدت إلى إن في 20% من العملاء اختفوا، ما بقوش موجودين، وكل واحد فيكم بقى بيقعد وقت أطول مع كل عميل علشان يقدر يقنعه بالخدمة بتاعتنا. المشاكل بدأت تزيد بشكل كبير، انتوا نفسكم بقيتوا مضغوطين، ما بقاش عندكم وقت اللي انتوا ترتاحوا فيه أو تاخدوا البريك بتاعكم. انت كده فرشت المشكلة حلوة قوي وعليه، فاحنا محتاجين نغير طريقة المتابعة بتاعتنا ونخليها من خلال شيت بالشكل كذا كذا كذا. انت هنا مهدت الطريق للفكرة بتاعتك وفتحت عقل الفريق بتاعك ان هو يستجيب لفكرتك بشكل أسلس. فاللي انت تكون مدير مقنع مش محتاج منك ولا اللي انت تقعد تشرح وتبرر كتير ولا اللي انت تضغط عليهم علشان يقتنعوا، هو محتاج بس اللي انت تعيد صياغة كلامك وترتبه بالطريقة اللي تدخل بيها عقلهم بأقل وقت وأقل مجهود.